النهارده انا جاي احكي لك القصه اللي كل الناس بتحبها بتاعه الشخص اللي طول عمره فاشل بس بينجح في اخر الفيلم. تعال احكي لك قصه ليونيل سكالوني. بطل قصتنا سكالوني اتولد في روزاريو بلدية ميسي والحقيقه ان ده مش وجه الشبه الوحيد بينه وبين ميسي، فزي ما هو واضح من اسمه اصوله ايطاليه زي ميسي، واسمه الاول ليونيل كمان زيه، والاهم انه كان شريك ميسي في اهم انجاز في تاريخه كله، ويمكن كمان في تاريخ الارجنتين لما قدروا ان هم يحققوا كاس العالم في قطر من شهرين. المهم ان قصه سكالوني بدات من وهو 8 سنين لما شاف مارادونا بيجيب للارجنتين كاس العالم، واتعلق من وقتها بالكوره زي اي طفل ارجنتين. فيبدا سكالوني مسيرته من بوابه نادي نيوز اولد بويز في 95 عشان بعدها بسنه يروح نادي ستوديانتس، واللي معاه استدعى الارجنتين لكاس العالم للشباب سنه 97 وقدروا ان هم يحققوا الكاس. وفي البطوله دي اداء سكالوني خلى النوادي الاوروبيه تاخد بالها منه، وفعلا هيتعاقد مع نادي من اكبر انديه اوروبا وقتها ديبورتيفو لا كورونيا. وطبعا عارف انك نفسك تسال هو مين ديبورتيفو دي اللي من اكبر انديه اوروبا؟ دول بيدوها دلوقتي بالشبشب في اسبانيا. الحقيقه ان وقتها ديبورتيفو ما كانتش كده، بالعكس كفايه ان انا اقول لك ان هو كسب معاهم الدوري الاسباني مره والسوبر مرتين، ووصل نص نهائي الابطال سنه 2004 بعد ما عملوا ريمونتادا كانت الاكبر في التاريخ وقتها لما خسروا من ميلان 4-1 في الذهاب وقدروا في العوده يردوها 4-0. المهم ان فترته مع ديبورتيفو خلصت سنه 2006 واللي هو اصلا ما كانش مقدم معاهم احسن اداء، فقرروا ان هم يخلصوا منه. من هنا بدا مسلسل الهبوط، فيروح اعاره لويست هام ويفشل، فيرجعوه ديبورتيفو تاني اللي هيحاولوا يبيعوه ومش هيلاقوا حد عايزه، ويفشلوا يبيعوه فيقرروا ان هم يفسخوا عقده عشان يخلصوا منه، فيروح ريسنج بعد سنه واحده وهيقدم معاهم اداء كويس جدا، وده اللي هيسمح له ان هو يروح الدوري الاقوى في العالم وقتها الدوري الايطالي من بوابه لاتسيو. بس الحقيقه ان هو ملحقش يلعب معاهم كتير وقرروا ان هم يسربوه في شكل اعاره، فيرجع اسبانيا اعاره لنادي مايوركا وبعدها يرجع للاتسيو عشان يدفي الدكه 3 سنين. وفي وسط ما الانديه كلها بترمي سكالوني لبعض يقرر نادي اتلانتا يتعاقدوا معاه ب 250 الف يورو. ما تفهمش ليه، غسيل اموال ولا صعب عليهم ولا كان في ايه بالظبط. فيروح لهم سكالوني عشان يقعد هناك سنتين ويعتزل، وبكده تنتهي مسيره سكالوني كلاعب وهو محققش اي حاجه تذكر. حتى المنتخب ما قدرش يشارك معاهم غير في 7 ماتشات بس، ولكن الموضوع كان حاجه تانية خالص في التدريب. فسكالوني كان محظوظ جدا كمدرب وقدر ينجح في وقت قياسي جدا شبه زيدان، لانه بدا يتمرن على التدريب تحت ايد سامباولي في اشبيليه كمدرب مساعد سنه 2017. وطبعا لما الدنيا تحبك والقدر يلعب لعبته فتلاقي سامباولي المنتخب الارجنتيني طلبه عشان يدرب الفريق في كاس عالم 2018، فيروح معاه سكالوني لان هو كان المدرب المساعد، وسامباولي يعمل اداء كارثي في كاس العالم ويتقال، فيقرر الاتحاد الارجنتيني ان هو يعين سكالوني المدرب المساعد كمدرب مؤقت. والله تخيل كان راح يبقى مدرب مساعد في اشبيليه بعد سنه واحده بس لقى نفسه بيدرب الارجنتين وميسي بسبب احداث ملوش اي دخل فيها، ودي كانت اول مره يكون مدرب في حياته. المهم ان هو مفوتش الفرصه دي، ففعلا معاه النتائج اتحسنت والاداء كمان، فقرروا ان هم يثبتوه وانه ما يبقاش مؤقت. وده اللي اعترض عليه مارادونا وقتها واتريق عليه في وسط الصحفيين لما اتسال عنه، قال لهم ان هو ما ينفعش يبقى مدرب، واخره ان هو يكون مدرب مسابقات عجل في وسط ضحك الصحفيين. لكن سكالوني بيكمل طريقه رغم التريقه ويلعب كوبا 2019 واللي كانت الارجنتين فيها احسن بكتير من النسخ اللي قبلها، ولكن في الاخر ما قدروش ان هم يعدوا البرازيل في نص النهائي. وبعد البطوله الاتحاد بيجدد الثقه تاني في سكالوني واللي ما خيبش املهم، وفعلا قدر يبني جيل جديد واعتمد على اسامي جديده وعمل شكل وهويه للمنتخب الارجنتيني تاني، اللي انتهت بالنتيجه المعروفه فوز الارجنتين بكوبا 21 من قلب البرازيل الغريم التقليدي بتاعهم، وفك العقده بعد غياب داب 28 سنه عن البطولات. وبعدها بيلعب بطوله كاس الابطال اللي بتبقى بين بطل اليورو وبطل الكوبا، ويقدر يكسب فيها ايطاليا بنتيجه 3-0 ويتوج بتاني بطولاته، ونوصل لكاس عالم 2022 واللي هيدخله هو عامل سلسله لا هزيمه 39 مباراه بس تتكسر في اول ماتش على ايد السعوديه، في بدايه محبطه جدا للشعب الارجنتيني. ولكن كلنا عارفين بعدها ايه اللي حصل، فسكالوني قدر بعدها يحقق المجد الاهم في كره القدم ويفك عقده مارادونا ويحقق
كاس العالم عشان يكون بعدها بطل مشهد يمكن من الاجمل في تاريخ كاس العالم او في الكوره عموما. المشهد اللي بيبدا بمونتيال وهو راح يشوط اخر ضربه جزاء، والكاميرا بعدها على طول تروح على سكالوني اللي حواليه الجهاز الفني كله بيحتفل، الجماهير وكل الناس اللي هو واقف مربع ايده ومضيق عينيه وكانه واقف لسه بيحلل حاجه او عايز يستوعب هو ايه اللي حصل، والناس عماله تحضنه وتحتفل معاه وهو برضه لسه مش مستوعب، عمال يبص فوق وتحت وعلى الارض ويبتسم للي بيحتفلوا معاه ويسيبهم ويروح للدكه ويبدا في العياط لما يستوعب انه اخيرا وصل للقمه وان كل كوابيسه اللي فاتت انتهت. نهاية القصة قدرت الجوائز تكافئه شوية وتنصفه ويكسب بعد كل ده جايزة أحسن مدرب في العالم من الفيفا. وبس يا سيدي، دي كانت حكاية النهاردة، فلو حابب تشوف حكاوي تانية تقدر تخش تشوفها من البلاي ليست اللي تظهر فوق. لو عجبتك حكاية النهاردة ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في حكاوي تانية.